السلام عليكم، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم عبد الله رأفت، وانا النهارده في الفيديو دوت حابب اكلمكم عن المعايير اللي انت المفروض تتبعها لما تختار شركه طاقه شمسيه عشان تنفذ المحطه بتاعتك. واحده من اهم المعايير اللي انت محتاج تبص عليها وهي الشركه دي عمرها قد ايه في السوق. هل الشركه دي من سنه، من سنتين، من 5 سنين، من 10 سنين، ولا بقى لها فتره كبيره؟ تاني معيار من اهم المعايير اللي انت محتاج تبص عليها هو مش بس عمر الشركه. الشركه دلوقتي لو عمرها مليون سنه نفذت كام محطه في الفتره دي؟ ممكن يبقى شركه عمرها سنتين ثلاثه ونفذت عدد كبير من المحطات، وممكن شركه يكون عمرها 10 سنين ونفذت محطتين ثلاثه. فطبعا الاختيار الافضل ان انت تشوف شركه عمرها كبير او عمرها متوسط نسبيا، مثلا من 5 ل 10 سنين، وتكون منفذه عدد محطات كبير. المعيار الثالث والمهم مش بس عدد المحطات وعدد السنين اللي الشركه اشتغلت فيهم او نفذتهم، لان ممكن الشركه تكون بقى لها فتره كبيره منفذه عدد محطات كبيره ولكن المحطات دي تعبانه. ومهم جدا برضه هو ان انت تكلم العملاء القدام بتوع الشركه، تقول للشركه اديني عميل من 4 سنين، من 5 سنين، من 6 سنين، اكلمه اعرف تفاصيل المحطه اللي هو منفذها معاكم. المحطه ديت وصل لحد فين دلوقتي؟ المحطه دي ادائها عامل ازاي؟ المحطه ديت وضعها ايه؟ المحطه ديت حصل فيها مشاكل ولا لا؟ الشركه ديت بتتعامل معاكم ازاي؟ دي كلها معايير مهمه لازم تبص عليها. هل بس هتكتفي بمكالمه العميل؟ لا، انت كمان لازم تعمل زياره للمحطه، تشوف المحطه اللي متنفذه من فتره كبيره. ما تكتفيش بس بان انت تشوف محطه متنفذه من 3 شهور او من سنه، حتى ممكن تبص على محطه متنفذه من 5 سنين، متنفذه من فتره كبيره، تشوف المحطه دي اداء عامل ازاي، تشوف المحطه ديت الناس اللي في المزرعه، المزارعين والفلاحين والعمال اللي في المزرعه اشتكوا منها ولا لا، لان مش دايما صاحب المزرعه بيكون عنده كل الشكاوى او كل المشاكل اللي حصلت في المزرعه. صاحب المزرعه بيجي له في الاخر المشاكل اللي هي المجعلصه اللي ما اتحلتش، لان في حاجات بسيطه ممكن العامل في المزرعه او المزارع في المزرعه يكلم الشركه اللي بتتعامل معاه او المهندس اللي كان بيركب له، يقول له والله يا هندسه في مشكله 1 2 3، ايه الحل بتاعها؟ فهو يقول له الحل بتاعها 1 2 3 وخلص الموضوع. ده كله وارد وبيحصل، ومشاكل زي كده بتحصل كتيره، والشركات المفروض تحل المشاكل دي بسرعه. وطبعا راي صاحب المزرعه مهم، انت لازم تكلم صاحب المزرعه علشان تعرف رايه في الشركه ديت وفي طريقه التعامل بتاعته معاهم، طريقه السداد، طريقه التسليمات بتاعتهم، المكونات بتاعتهم تيجي مظبوطه ولا لا، الشركه ديت فيها مهندسين فعلا ولا ناس بتشتغل بالحب، لان السوق بقى فيه ناس كتير بتشتغل بالحب. فانت مش منطقي تروح تعمل محطه بكام مليون جنيه وفي الاخر تجيب حد مش فاهم اسس هندسيه علشان يقدر ينفذ لك محطه بطريقه صح. المحطات كالعاده الناس عارفه ان هي مش صعبه جدا تنفيذها، ولكن في بعض الفنيات تفرق من المهندس او الشخص الغير مهندس اللي بيركب المحطه. الحاجات ديت مش بتبان في البدايه، ولكن بتبان على العمر الطويل او بتبان مثلا بعد كذا سنه. فعلشان كده بقول لك لازم تهتم ان انت تبص على واحده من المحطات على الاقل من فتره كبيره اللي الشركه اللي انت بتكلمها منفذاها، مثلا من 5 سنين. يعني المحطه اللي احنا فيها ديت، المحطه دي متنفذه وانا لسه في الكليه. المحطه دي متنفذه من 2020 او 2021 في الفتره دي، احنا النهارده في 2026، انا كنت تقريبا لسه في الكليه. ودي واحده من المحطات اللي انا الصراحه يعني اما جيت اشتغلت في الشركه دي، في شركه مشرق، خلتني حابب ان انا ابيع للعملاء، وحابب ان انا اتكلم معاهم، حابب ان انا اوعدهم بوعود كبيره، لان انا عارف ان في شركه في ظهري، الشركه ديت هتقدر تنفذ شغل صح، الشركه دي عندها سابقه اعمال قويه، الشركه دي المحطات بتاعتها بالفعل الحمد لله ما شاء الله يعني قويه جدا وشغاله، ما بيحصلش فيها مشاكل كتيره او ما بيحصلش فيها مشاكل نهائي يعني. لان احنا النهارده بعد 5 سنين من تركيب المحطه، احنا النهارده جايين نعمل زياره صيانه وقائيه دوريه، مش زياره صيانه طوارئ لا قدر الله. المحطه ما فيش فيها اي حاجه، احنا جايين نعمل زياره صيانه وقائيه، جايين نبص على المحطه، جايين نتاكد ان كل حاجه سليمه، جايين نتاكد ان القرايات مظبوطه، جايين نتاكد ان السرنجات كلها سليمه، جايين نتاكد ان الانفرتر ما فيش مشاكل، الالواح كلها سليمه، الاجراءات اللي احنا بننصح بها متبعه بالكامل، ما فيش اي مشاكل من اي نوع موجوده علشان نقدر نحافظ على عمر المحطه دي. ودي واحده من الاسباب اللي خلت المحطه دي ما شاء الله مستمره حتى الان بجوده كويسه جدا. بالطبيعي الناس بتقول لك في المجال الزراعي انا عايز المحطه تشتغل معايا 5 سنين 3 4 سنين. المحطه احنا بنقول الواحد ممكن يعيش معاك 25، مش ممكن يعيش معاك 25 30 سنه، فانت ليه تقول انا عايز اشغله 5 سنين؟ لا، اختار شركه صح، اختار ناس بتفهم، اتبع الاجراءات السليمه، ما تتنازلش عن ان انت تعمل التركيبات كلها بالطريقه الصح اللي تحافظ على العمر الافتراضي بتاعها. من تركيب الواح، شاسيه يكون جلفانته كويسه جدا. في ناس بتكلمنا تقول لنا انا المكان عندي ما فيهوش مطره، احنا دلوقتي في المنيا ما فيهاش مطره كتير، ولكن انا ليه اجيب شاسيه مجلفن؟ يا حبيبي انت بترش المحطه دي بميه كل يوم او كل اسبوع، فانت الرش بتاع الميه انت في رطوبه اصلا، في ميه بتنزل على الحديد، فالحديد لو مش مجلفن كويس هيصدي. انا هوريكم بعض الفيديوهات دلوقتي من المحطه ديت وطريقه التوصيل بتاعت الكابلات والكيبل تريز اللي الكابلات ماشيه فيها وطريقه تركيب المحطه حتى الان ما شاء الله مفيش فيها اي مشاكل ما شاء الله. دي نتيجه ان انت بتحافظ على المحطه بتاعتك، ما استخسرتش فيها وانت بتعمل في البدايه، ما استخسرتش في شركه كويسه، ما استسهلتش رحت جبت حد جنبك بيركب لك قال لك انا هركب او انا كهربائي وبعرف اركب محطه. دي كلها معايير لازم تتبعها، لازم تشوف بدل الشركه 10 شوف كذا شركه، مش لازم 10 يعني، ممكن تشوف على الاقل 3
الناس بيثقوا فيهم وبيرشحوهم وبيشكروا فيهم. الثلاث شركات لازم يكون الناس بيشكروا فيهم، ما تروحش تجيب 3 شركات وقيع او شركتين وحشين وشركه كويسه وتقارن بينهم، فطبعا هتاخد الكويسه. لا، انت شوف احسن 3 شركات انت ممكن توصل لهم وقارن بينهم، اي حد تاني ارميه. فانت لازم تبص على المعايير دي كلها، لازم تبص على المحطات بتاعتهم، لازم تشوف طريقه تعامل الناس دي معاك من قبل البيع ومن بعد البيع كمان، تشوفهم قبل كده اشتغلوا مع عملاء سابقين ازاي، يعني طريقه تعاملهم كانت ازاي، سرعه الرد بتاعتهم والاستجابه بتاعتهم عامله ازاي. من البدايه خالص انت لما جيت تتفاوض معاهم اصلا وتبدو معاهم العقد وكده، الناس دي كانت مرنه ولا رخمه قوي ومتنشنين، الموضوع كان ماشي ازاي. دي كلها معايير لازم تتبعها. الشركه اللي انت بتشتغل معاها حاول تحطهم تحت اختبار من البدايه علشان تشوف الناس دي هتقدر تستحمل الضغط معاك بعد كده ولا لا. هتستحمل لما انت يحصل عندك مشكله لا قدر الله، هيجوا لك بسرعه ولا مش هيجوا لك بسرعه؟ هيقول لك انا ما عنديش مهندسين، انا ما عنديش فنيين، انا ما عنديش فريق، انا فريق متعصلك. لا، قول له تعالى اعمل لي معاينه، وممكن تجيبه مره واثنين وتشوف سرعه استجابته قد ايه. لو الراجل ده بيستجيب بسرعه من البدايه فده بنسبه كبيره ان شاء الله هيجي لك. انما لو من الاول قال لك لا طب خلاص اجي لك كمان اسبوع، اجي لك كمان اسبوعين، فده واحد فريقه مش قادر يجي يعمل لك معاينه. فالمفروض دي اول خطوه، انت جاي يعمل لك معاينه علشان يبقى لك محطه، فالمفروض يكون في الخطوه دي اصلا هو حابب ان هو يجي لك. فلما يكون مش قادر يجي يعمل لك معاينه او ما عندوش فريق كافي انه يعمل لك معاينه، فبعد ما تركب وتدفع له فلوسك بالكامل هيعرف يعمل لك صيانه؟ ده معيار مهم برده من المعايير اللي انا شفتها بتفرق في اختيار الشركات. حاجه كمان، ما تجريش ورا السعر الاقل. دي طبعا نصيحه، يعني اشهر نصيحه الناس كلها بتنصحها في كل المجالات عموما. السعر الاقل بيساوي جوده اقل، السعر الاعلى بيساوي جوده اعلى. وطبعا ما تروحش للسعر الاعلى قوي 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 وتقول ايه لا خلاص ده عشان اعلى حاجه فده احسن حاجه. لا، ده ممكن واحد يكون بيستغفلك. انا يعني بكلمك بصراحه. شوف شركات المحترمه في السوق اسعارها متوسطها قد ايه، وده السعر المتوسط. لو لقيت شركه شارده عن سعر عالي قوي فدي شركه سعرها عالي وبيشطح ومحاسبين حساباتهم غلط. لقيت شركه سعرها قليل قوي فالشركه دي شغلها غلط. الشركه دي هتلاقيها بتجيب لك مكونات ضعيفه، بتركب لك اي تركيبات، يجيب لك فنيين ومهندسين، او ممكن ما يجيبلكش مهندس، يجيب لك فنيين وعمال غير مدربين. فكل حاجه دي هتفرق معاك على المدى الطويل. فنصيحه بالله عليكم ما تستسهلوش، انتوا بتعملوا استثمار يعيش معاكم مده كبيره جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه، انتوا بتزرعوا الزرع ده لو الميه خلصت منه او الميه قطعت عنه يومين او 3 ايام لا قدر الله، الزرع ده كله ممكن يموت لو انت لسه زارع فسايل او زارع حاجات في بدايه عمرها. على عكس مثلا النخل لما بيكبر شويه ممكن يستحمل، ولكن انت في حاله ان انت لسه زارع فسيله، النخل ده ممكن ما يستحملش. زارع زيتون، الزيتون ده ممكن ما يستحملش لو استاخر على الميه يوم او 2، خصوصا في الصيف ودرجه الحراره العاليه. فلازم لازم لازم ما تبصش على يعني توفير 100,000 أو 200,000، لا، بص على اللي هيديك جودة أعلى، هيديك خدمة عملاء أكبر، هيديك خدمة ما بعد البيع بشكل كبير، هيديك ضمان طويل. الراجل دوت فعلا في عملاء شغالين معاه واثقين فيه. حاول تشوف الشركات القريبة برضو من نطاقك، يعني تشوف الشركات المنفذة جنبك. أنت في المنيا فشوف الناس اللي منفذين في المنيا، الناس اللي ليها تواجد في المنيا كتير. مش لازم يكون ليه فرع في المنيا أو لازم يكون ليه فرع في فرافرة، أنت مش هتلاقي حد ليه فرع في مصر كلها، ولكن شوف هو منفذ محطات في المنطقة دي ولا لا. مجرد تنفيذه لعدد كبير من المحطات في المنطقة ديت فهو هيكون متواجد عندك عشان يعمل صيانته الدورية، يعمل صيانات الطوارئ. فهو بمجرد وجوده عندك هتلاقيه بيعدي عليك. عايز حاجه، عندك مشكله مش عارف، تعالى اما نشوف المحطه اللي عندك ايه ادائها، هتلاقي الراجل ده بيعدي عليك بيكلمك بيشوف المشاكل اول باول، فتحس ان هو موجود معاك. فبالله عليك لازم تراعي كل النقط دي علشان ما تلبسش في الاخر واستثمارك يضيع على الفاضي، او تيجي بعد فتره المحطه تبوظ وتحتاج تعمل لها احلال وتغير حاجات منها وتكلفك فلوس كتيره. فحاولوا تختاروا صح عشان ما تزعلوش في الاخر ويحصل خساره كبيره، والخساره وقتها بتكون صعبه يعني، لان انت بيكون عندك خلاص زرع وعندك استثمارات عملتها ورستقت نفسك وحالك، فالخساره وقتها بتكون وحشه. فحاول تدور صح، حاول تختار الاصح. شكرا.